تحية تقدمية. جون بلات يحذر من تكرار تجربة الحرب اللبنانية. إسرائيل لا تحمل دروز بل تستغل ضعفاء. أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جون بلات في تصريح لقناة التلفزيون السوري أن إسرائيل لا تحمل دروز في السويداء كما تدعي، بل تستغل بعض ضعفاء العقول لترويج هذه الصورة الزائفة، مشيرا إلى أن هؤلاء استفادوا من الانتهاكات والاعتداءات التي جرت في اليومين السابقين. وحذر جون بلات من تكرار مشهد التدخل الإسرائيلي كما حصل في لبنان خلال الحرب الأهلية، قائلا: أحد أسباب الحرب الأهلية في لبنان التي دامت 19 عاما أن إسرائيل زعمت أنها تحمي البعض، فانتهى الأمر بكوارث ودمار شامل. وكشف جون بلات عن تواصل مباشر ومستمر مع وزيري الخارجية والداخلية في الحكومة السورية في إطار العمل على تخفيف الاحتقان في جبل العرب، مؤكدا أن الدور المركزي في المعالجة يجب أن يبقى بيد الدولة السورية. وختم بالقول: يجب أن نفوت الفرصة على بعض ضعفاء النفوس، وعلينا فتح حوار عريض مع الفاعليات في السويداء لحماية الاستقرار الأهلي ومنع الانزلاق إلى الفوضى.